اهم 3 حاجات عشان توصل من الشكل ده للشكل ده. واول حاجه هو اختيار التمارين، لازم تكون التمارين دي الكلاينت بتاعك بيستجيب ليها او هو فعلا بيحسها وبيقدر ينفذها بشكل سليم. وده انت هتعرفه عن طريق ان الكلاينت بتاعك بيديك الابديتس، ان هو التمرينه قدر تطلع له بلاد بامب كويسه، قدر يحس بيها، قدر ان هو كمان يريكفر منها بسرعه. وتاني حاجه هو حمل التدريب بتاعك كله، لازم حمل التدريب ما يكونش كبير قوي على الكلاينت بتاعك ولا ان هو يكون قليل، لان هو لو كتير مش هيلحق يستشفى منه كويس، ولو قليل مش هيديله الاستيمولس او الزياده العضليه اللي انت عايزها. وتالت حاجه هي البروجريسيف اوفرلود او التدرج في الاحمال اسبوع عن اسبوع، وده تعرفه بان انت بتتراك الاوزان مع الكلاينت بتاعك وتقدر تشوف ايه اللي معطله ان هو ما يزيدش. هل هو مثلا ما بينامش كويس، ما بياكلش كويس، او مثلا عنده لاك اوف موبيليتي، او ايه السبب اللي مش بيخليه يوصل لزياده الاوزان. ولو عملت الثلاث حاجات دول مع زياده الاكل وان انت تزود نسبه البروتين، هتقدر توصل من الشكل ده للشكل ده في 3 شهور. ولو عجبكم الفيديو ده تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنساش تدخل تبص على اللينك بتاع الاونلاين تريننج، وخلينا نبدا مع بعض عشان اوصلك لاحسن شيب في 2024. سلام.